في ليلة الكريسماس المدينة كلها مليانة أنوار والناس بتحتفل والأطفال مستنيين سانتا والهدايا، لكن اللي حصل الليلة دي ما كانش احتفال، دي كانت بداية كابوس مرعب. كابوس اسمه أورت المهرج. مهرج رجع من الموت وبيحول ليلة الكريسماس لمجزرة مرعبة. بنبدأ فيلمنا ببيت صغير عايش في عيلة بسيطة، وفي نص الليل الطفلة جولز بتصحى فجأة من النوم وشكلها قلقان. بتقوم من سريرها وتروح لأوضة مامتها وبتصحيها وتقول لها أنا سمعت صوت على سطح البيت. الأم بتكون لسه نايمة وبتحاول تفهم اللي بنتها بتقوله، فبتقول لها مفيش صوت، وبتاخدها وتوديها أوضتها وتقول لها إنها أكيد شافت كابوس. لكن جولز بتقول لها إنه مش كابوس وأنا متأكدة، أنا سمعت صوت حد بيمشي. بتقول لها مامتها يمكن صوت الرياح أو حيوان صغير على السطح، وبتحاول تهديها. فبتقول لها جولز أنا واثقة إنه سانتا. فبتبتسم الأم وتجريها عشان تطمنها وتقول لها إنه فعلا سانتا. جولز بتفرح بالكلام ده وبتطلب من مامتها إنها تسيب حليب وبسكوت لسانتا، وبتوافق مامتها بس بشرط إنها تنام الأول. وبتنزل الأم للمطبخ، لكن وهي في المطبخ بتسمع صوت غريب. الصوت جاي من فوق السطح. الأم بتقف مكانها وبتسمع كويس، الصوت بيتكرر. فبتبتدي تقلق وبتطلع تشوف فيه ايه، لكن وهي طالعة بتلاحظ حاجة غريبة، باب البيت كان مفتوح. فبتتوتر وبتبص لو في حد دخل، وبعدها بتقفل الباب بسرعة وبتقفل الترباس كويس. وبعدها بترجع لأوضتها وبتصحي جوزها وبتقول له بعصبية إنه مهمل وإزاي يسيب باب البيت مفتوح، وإنه المفروض يخاف على سلامة عيلته. بيعتذر ويقول لها إنه هيخلي باله بعد كده، وبيناموا والبيت بيرجع هادي تاني. بعد شوية جولز بتصحى مرة تانية، لكن المرة دي على صوت حركة في الدور اللي تحت. جولز بتبتسم وبتقول لنفسها ده أكيد سانتا. فبتجري بسرعة لأوضة أخوها تيمي وبتحاول تصحيه وبتقول له إن سانتا جه تحت، لكن تيمي بيكون نايم ومش مهتم وبيرفض يقوم. فبتقرر جولز تنزل لوحدها، تمشي في الممر بهدوء وبتنزل السلم خطوة بخطوة. البيت كله ساكت، لكن في صوت حركة خفيف. جولز بتوصل لتحت وبتشوف شخص واقف قدام شجرة الكريسماس لابس بدلة سانتا وبيحط هدية قدام الشجرة وهو واقف ساكت. لكن جولز بتحس بالقلق وبتجري تستخبى ورا باب المطبخ وبتراقب سانتا. طبعا ده ما كانش سانتا، ده كان أورت المهرج. وببطء شديد بيفتح شنطة الهدايا وبيطلع فاس كبير وبيطلع على الدور اللي فوق. بيخش على أوضة تيمي وبيقطع جسمه بالفاس، وجولز بتكون سامعة الصوت ومرعوبة وبتتنفض من مكانها. بيخرج أورت وبيقفل باب الأوضة والفاس مليان دم، وبيخش على أوضة مامتها وباباها وبيقتل باباها وبيقطع في جسمه. وبتصحى مامتها من الصوت وبتشوف ايديها مليانة دم، وبتصرخ لما بتشوف جوزها بيتقتل قدامها. وبيكون أورت مبسوط من صريخها وبيفصل راس جوزها عن جسمه. فبتقوم تجري وبتقفل باب الأوضة وبتنادي على أولادها عشان يهربوا، بس أورت بيكسر الباب. فبتجري تدور على بنتها ومش بتلاقيها، وبتخش أوضة تيمي وبتنهار لما بتشوف جسمه متقطع. وبيخرج وراها أورت عشان يقتلها، وبيكون مستمتع بصريخها وشكل الدم وهي بتجري عشان تفتح باب البيت وتهرب، بس ما بتلحقش. أورت بيخلص عليها وبيقطعها، وكل ده بتكون جولز مستخبية في المطبخ. وبعدها أورت بيقعد ياكل البسكوت والحليب بتوع سانتا، ما هو المفروض سانتا بقى، وبيكون مستمتع بأجواء الكريسماس جدا والدم والأشلاء اللي في كل حتة، وحاجة في منتهى القرف يعني. المهم بيخلص أكل وبيقوم يغسل الطبق أكنه في بيته مبسوط بقى وفاكر إنه خلص على كل اللي في البيت، بس بيسمع حركة في دواليب المطبخ. بيفتح الدولاب وبيلاقي جولز مستخبية، بيبتسم لها ويشاور لها بإيده. وطبعا اللي بعد كده معروف. بنرجع 5 سنين لورا في الملاهي المهجورة. المكان ضلمة وهادي، وبنشوف ضابط شرطة داخل المكان بحذر وماسك سلاحه، وهو بيبص حواليه لأنه عارف إن حاجة مرعبة حصلت هنا. المكان كله ألعاب مكسورة وأنوار مطفية، وفجأة الضابط بيوصل لمشهد صادم. بيلاقي جثة، وهي جثة أورت المهرج، وبيلاقي راسه مفصولة عن جسمه. الضابط بيقف مصدوم وبيمسك جهاز الاتصال وبيطلب دعم من الشرطة، لكن قبل ما الدعم يوصل بيقرر يكمل تفتيش المكان وبيبص في كل زاوية. لكن فجأة بيحصل شيء مستحيل. جثة أورت اللي من غير راس بتبتدي تتحرك وبتمشي ناحية الضابط، بتهجم عليه وتمسكه من رقبته وتخنقه. وبيرفع الضابط سلاحه وبيضرب عليه نار. الرصاص بيدخل في جسمه لكن ما بيحصلوش أي حاجة، كأنه كائن ما بيموتش. الضابط بيحاول يقاوم لكن ما بيقدرش، وبعد لحظات الضابط بيموت وأورت بيقطع راسه. وبعدها بنشوف مشهد غريب. أورت راكب المترو وسط الناس، لكن شكله مرعب لأنه مركب راس الضابط على جسمه، وحقيقي شكله بشع والناس مش فاهمة اللي بيحصل. لكن أورت مستمتع بالفوضى. قولي لو انت راكب المترو ودخل أورت المترو بنفس المنظر ده هتعمل ايه؟ بعد كده الفيلم بينقلنا لمكان تاني، مستشفى للأمراض النفسية، وهناك
بنشوف شخصية اسمها فيكي كانت واحدة من ضحايا أرت في الجزء اللي فات، لكنها نجت ودخلت المستشفى بسبب حالتها النفسية بعد اللي حصل. بارك موظف استقبال في المستشفى قاعد يشتغل بهدوء، لكن فجأة بيسمع صوت صراخ جاي من واحدة من الأوض. الصوت بيكون عالي ومخيف، فبارك بيمسك جهاز الإرسال وبيطلب من حارس الأمن يجي بسرعة، لكن الفضول بيخليه يروح يشوف بنفسه. بيمشي في الممر الطويل، الأنوار بتكون ضعيفة والمكان ساكت. بيوصل لباب الأوضة اللي جاي منها الصوت وبيفتحه ببطء، لكن اللي بيشوفه بيكون صادم. بيشوف فيكي ودماغ أرت بياكلوا في جسم الممرضة. فيكي شكلها اتغير وبقت كأنها مسخ، كأنه قوة شريرة سيطرت عليها. بيتجمد بارك في مكانه من المنظر، وفجأة بيشوف جثة أرت اللي من غير راس، وفيكي بتهجم على بارك، وبارك بيحاول يدافع عن نفسه بس هي بتفضل ماسكاه جامد وبتدخل ايديها جوه بقه، وجثة أرت بتصلخ وشه وبتقتله، وأرت بيرجع دماغه تاني. ومن اللحظة دي بنبتدي نفهم ان الشر اللي ورا أرت مش مجرد قاتل، لكن حاجة أخطر بكتير. وبياخد فيكي وبيركبوا المترو سوا، وبعدها بيركب شخص عادي متنكر في لبس أرت عشان الهالوين، ولما بيشوفهم بيفتكر انهم متنكرين زيه وبيقول لهم ان تنكرهم جامد وشكله حقيقي. وبعدها الراجل بيصورهم، وأرت بيبص لفيكي وبيضحكوا لانهم لقوا ضحيتهم الجديدة. وبعد ما بيقتلوه بياخد أرت لبس الشخص المغفل ده لانه نضيف ومش عليه دم، وبيرجع البيت عند أرت. وبتروح فيكي قدام المراية وبتشوف شكلها البشع، وبتتعصب وبتكسر المراية وتاخد حتة من الإزاز المتكسر، وبتنام في البانيو وبتقرر تنتحر، وبتفضل تقطع في إيديها بهدوء. بعد كده بنمشي في الزمن وبنروح لشخصية سيينا كانت الناجية من رعب أرت، لكنها لسه مش قادرة تنسى اللي حصل، والكوابيس بتطاردها كل ليلة. وكانت طول الفترة دي في مصحة بتتعالج. بيدخل راي عم سيينا المصحة عشان ياخدها بعد ما خلصت علاجها لأنها هتعيش معاه في بيته. وبتفرح سيينا لما بتشوفه، وبيروحوا على البيت. وأول ما بيوصلوا البيت بتجري جابس بنت عم سيينا وبتسلم عليها وبتحضنها، وبتكون فرحانة برجوعها، وكل العيلة مبسوطة بيها. وبتاخدها جابي أوضتها وبتديها جواب كاتباه للكريسماس بتتمنى فيه انهم يقضوا وقت لطيف سوا. بنروح لبيت أرت. بيوصل 2 مشرفين للبيت وهم سبنسر وجاكسون عشان يشوفوا حالة البيت، لان الولاية هتتحفظ عليه وتبيعه لانهم فاكرين انه بيت مهجور ومحدش ساكن فيه. وبيدخلوا البيت وبتكون ريحته صعبة وحيطانه متشققة وقديمة. سبنسر بيكون خايف ومتوتر وبيقول له انه حاسس ان البيت فيه ارواح شريرة ومستنية الوقت المناسب وتطلع. فبيقول له جاكسون اوعى تكون مصدق القصص اللي بتتقال على البيت. فبيسأله قصص ايه؟ فحكى له جاكسون قصة حقيقية ان راجل مجنون قتل 10 أطفال ودفنهم في جنينة البيت ده، لكن سبنسر مش بيصدق وبيفتكر انه بيخوفه. بنرجع لسينا بتكون بترتب حاجتها في الأوضة وبتشوف صورتها هي وباباها وبتفتكر ذكرياتها معاه وبتكون مفتقداه، بس هو للأسف مات. وبتكون جابي بتقرأ مذكرات سينا وقت ما كانت في كافيه المهرج، فبتشد سينا منها المذكرات وبتقول لها ما تقريش مذكراتي تاني. فجابي بتستغرب من ردة فعلها وبتسألها عن كافيه المهرج، فبتقول لها سينا انه مكان سيء وان كل دي ذكريات صعبة ومؤلمة وهي مش عاوزة تفتكرها تاني. بنروح للاتنين المشرفين. بيطلع سبنسر يشوف الدور اللي فوق وبيتصدم لما بيلاقي أرت قاعد على كرسي وما بيتحركش، وبنعرف انه بقاله 5 سنين قاعد على الكرسي ده. فبينادي على جاكسون لكن ما بيسمعوش لانه في الوقت ده بيكون دخل الحمام وشاف جثة فيكي في البانيو وبيقرف من المنظر، فبيطلع الموبايل عشان يصورها. لكن فجأة فيكي بيتحرك ايديها وبتطعنه بحتة الازاز اللي معاها وبتقتله. بيجمد سبنسر قلبه وبيقرب من أرت وبيكون فاكره ميت، بس فجأة أرت بيتحرك وبيرميه بعيد. بيحاول سبنسر يهرب بس بيمسكه أرت وبيثبت ايده في الأرض بمسامير، وبيكون مستمتع بمنظر ضحيته وبياخد القطر وبيقسم بيها دماغه نصين وهو مبسوط وحاسس بانتصار. بنرجع لسينا وبتكون قاعدة بتاكل مع عيلتها وبتحاول تستمتع وتبتدي حياة جديدة، ولكن فجأة بتظهر قدامها جثة روز صاحبتها اللي أرت قتلها. وبتلوم روز سينا وبقول لها أنا مت بسببك لأن انتي واخوكي اللي وصلتوني الأرض. فبتتضايق سينا واللي حواليها بياخدوا بالهم، وبتقول لها روز إن الدواء اللي بتاخده مش هيمنعها من إنها تظهر لها كل شوية. وبتحاول سينا إنها تتصرف عادي بطبيعتها لكن ما بتقدرش، فبتسيبهم وبتقوم. وبعدين بنروح لجوناثان أخو سينا وبيكون كبر شوية وعايش في المدرسة الداخلي، لكن هو كمان لسه مهووس بقصة أرت. وبيدخل أوضته بيلاقي بنت اسمها ميا جوه مع صاحبه بتجري عليه وبتقوله إنها معجبة بيه لأنه نجي من أرت وإنه خارق والناس كلها بتتكلم عنه. وهنا بنعرف إن جوناثان بقى مشهور بالولد اللي نجي من أرت السفاح، وبتفضل تتكلم معاه وتسأله عن أرت وجرايمه ولكنه بيكون مش مهتم. فبتقوله إن هي وصاحبتها عاملين بودكاست بيتكلموا فيه عن الجرايم،
وبتطلب منه انه يسجل معاهم ويحكي قصته مع ارت، لكنه بيرفض لان اللي حصل مع ارت اسوأ حاجة حصلت له في حياته. وبتحاول ميا تقنعه وبتلح عليه، فبيقول لها انه هيفكر في الموضوع. وبنلاقي سيينا بتتصل بيه وبتعرفه انها خرجت من المصحة وعايشة مع امها، وبتطلب منه يقضي معاهم الكريسماس. فبيوافق جوناثان لانهم بقالهم 5 سنين ما شافوش بعض ومفتقدين بعض جدا. بنروح لأورت، بتكون الناس بتستعد لكريسماس جديد لكن في مكان تاني. أورت بيرجع يظهر ومعاه فيكي عشان يبدأوا موجة جرائم جديدة. بيكون قاعد في بيته المقرف مع فيكي وحواليهم الفيران، وبيصنع سلاح جديد بيكون عبارة عن أنبوبة بيخرج منها غاز بيجمد أي حاجة بيجي عليها. وبيجرب أورت السلاح على الفار وفعلا بيتجمد تماما. وبيفرح أورت المختل إن السلاح شغال وبياخد الفار وبيكسره 100 حتة. وبعدين بيرمي لحمة للفيران التانية وهو مستمتع ومبسوط بالقرف ده. وبينزل أورت وبيعدي من قدام بار وبيشوف راجل لابس سانتا، فبيفرح قوي انه شايف سانتا. لكن في الحقيقة هو فرحان عشان دي ضحيته الجديدة وعشان ده اللبس اللي عاوز يلبسه وهو بينفذ الجرائم بتاعته في الكريسماس. بيدخل أورت البار ومعاه كيس اسود كبير وبيروح يسلم على سانتا وبيشده من دقنه وبيتأكد انها حقيقية. وبيسأله صاحب البار اللي موجود في الكيس الاسود، فبيخرج أورت زمارة وبيفضل يزمر بيها. فبيوقفوا صاحب البار بس سانتا بيكون عجبه أورت فبيقعدوا معاهم وبيطلب له مشروب. وفي نفس الوقت سيينا بتحاول تستمتع بالأجواء وتقضي وقت مع عيلتها. وبياخد أورت طاقية سانتا وبيلبسها وبيطلب منه صاحب البار البطاقة عشان يتأكد من سنه يقدم له المشروب. بيديله أورت بطاقة جاكسون المشرف اللي قتلته فيكي في البيت وبيقدم لهم المشروب بس ما بيعجبش أورت وبيتفوا على وش سانتا. فبيتعصب سانتا وبيتخانق مع أورت وبيقوم صاحب البار وبيطرده بره وبيرمي له الكيس الاسود بتاعه. بس طبعا أورت بيتضايق وفجأة بيطلع مسدس وبيقتل صاحب البار وكمان الشخص التاني اللي كان معاهم. وبيروح لسانتا عشان يقتله لكنه بيفضل يعتذر له وبيفضل يتحايل عليه عشان ما يقتلوش. فبيقرر أورت انه يربطه في الكرسي وياخد لبسه ويلبسه. وبعدين بيخرج سلاحه الجديد وبيجمد بيه ايد سانتا ورجله وبيكسرهم. وبعدين بيجمد بقية جسمه وبيفضل يكسر فيه وبيكون مبسوط وهو بيعذبه وبيخلع دقنه من وشه عشان يكمل تنكر سانتا. وبنرجع لعم سينا وبيتكلم مع مراته جيسيكا ان الوقت ما كانش مناسب ان سينا تعيش معاهم وانها كانت محتاجة شوية وقت تاني في المصحة. فبتقوله جيسيكا ان البنت كويسة وبتاخد أدويتها ومع الوقت هتتحسن وإنها كمان بتتأقلم معاهم بسرعة وده هيساعدها أكتر. وبتعرفوا إن بنتهم هتاخد سيينا ويروحوا المول بكرة عشان يشتروا حاجات الكريسماس. وتاني يوم بيروحوا المول وبيكون الأطفال متجمعين وبيتصوروا مع واحد لابس سانتا. وبتكون سيينا بتشتري هدايا لجوناثان وبتشوف واحد معدي قدامها لابس سانتا ولكن شكله غريب وما بتكونش مطمنة وبيبص لها وبيشاور لها وبتكون ايده مليانة دم فبتخاف وبتتوتر وبتحس ان ده أورت. بنروح لجوناثان وبيكون بيسمع بودكاست بتاع ميا اللي بتتكلم فيه عن أورت المهرج وبيجيله مكالمة من سيينا وبيروح يقابلها وبتطلب منه انه يروح يقعد معاها في بيت عمها النهارده ويفضلوا سوا لحد الكريسماس. بس بيقول لها انه مش هيعرف عشان عنده حفله في الجامعه ولازم يحضرها. بتتضايق سيينا بس مش بتبين له. بيشوفهم كل زميله وبيسلم عليهم وبيقول لها انه سمع عنها كتير وكان نفسه يقابلها. وطبعا بتكون ميا معاه وبتكون فرحانه انها شافت سيينا وبرضه بتطلب منها تعمل معاها بودكاست وتحكي قصتها مع أورت المهرج وازاي هي عايشه دلوقتي. بس سيينا بترفض وبتقول لها انها بتشوف خيالات صحابها وعيلتها اللي ماتوا كل يوم فهي مش عايزه تتكلم ولا تفتكر البشاعه اللي حصلت لان المهرج المختل ده دمر حياتها. وبتفقد السيطره وبتتعصب عليها وبتقوم فبيروح وراها اخوها وبيسالها ليه اتعصبت كده على ميا. فبتقوله انها شافت أورت في المول لكن هو ما بيصدقهاش وبيقول لها مستحيل يكون عايش، انتي قطعتي راسه بايدك. فبتقوله انها مش عارفه ازاي عايش بس هي متاكده انها شافته وكان لابس لبس سانتا وما بيصدقش وبيكون فاكر انها بتشوف خيالات. فبتتخانق معاه عشان مش مصدقها وبيقول لها انها المفروض تبعد من هنا عشان يبطل أورت يروح وراها لو فعلا عايش. فبتفكروا برسايله ليها وهي في المصحة لما قال لها انهم لازم يقتلوا فيكي لانها شيطان مش بني ادم. وبتقرر تروح للمكان اللي قتلت فيه أورت. بنرجع للمهرج المختل وهو بيقعد مكان سانتا في المول وبيوزع هدايا على الاطفال بس الناس بتشتكي من شكله مرعب فبيروح الامن عشان يمشيه ويبعدوا عن المكان. وبيكون في طفل بيفتح هدية واول ما بيفتحها بتنفجر في المكان وبيتحول المكان لمجزرة، الدم في كل حتة واشلاء هنا وهناك وصريخ الناس عالي والرعب مالي المكان. وكالعادة المهرج القاتل بيكون مستمتع. بيرجع جوناثان وبيكون متعصب وبيكسر كل حاجة وبياخد ادويته وبيحاول ينام. وبتوصل سيينا لبيت عمها
وبتخبي هدية جابي في شجرة الكريسماس، لكن جابي بتشوفها وبعدين بتلاحظ ان ايدين سينا لونها اسود، فبتسألها مال ايدك؟ فبتستغرب سينا وبتقول لها انها وقعت، لكن في الحقيقة هي مش عارفة ليه ايديها سودا كده، وبتروح تغسل ايديها وبيتجمعوا عشان ياكلوا. فجابي بتقع بلسانها وبتقول ان سينا مش بتحب اكله معينه، فبتعرف سينا انها قرأت مذكراتها وبتاخدها الاوضه وبتزعق لها، فبتعتذر لها جابي وبتقول لها انها كانت عاوزه تعرف اللي حصل لها، وبتوعدها انها مش هتحكي لحد وان اللي قرأته هيفضل سر بينهم. وعلى الجانب الاخر بيوصل اورت للحفله اللي في الجامعه عند جوناثان، وبيقرب من اوضه ميا وكول، وكانت بتتكلم عن سينا واخوها وانها نفسه يحكوا اللي حصل وتعرف احساس الشخص وهو قريب من اورت، وبتقول له انا مش قادره افهم ليه سينا مش راضيه تحكي اللي حصل، وان موضوع اورت ده حصل من 5 سنين، فالمفروض انها تخطط اللي حصل، وانها نفسها تعرف اكتر عن اورت وتشوف شكله عامل ازاي. واورت كان واقف بره وسامعهم بس بيمشي وهيرجع لهم وقت تاني. بتسمع سينا واهلها عن انفجار حصل في المول ومات 11 واحد، وبتتصدم من الاخبار دي لان ده المول اللي كانوا فيه. وبتسمع كمان اللي عمل كده حد لابس لبس سانتا، فبيجي لها نوبة حلقة وبتفضل تقول لهم ان اللي عمل كده هو اورت وانها شافته في المول وهي هناك. بيحاول عمها يهديها وبتقلق على اخوها وبتكلمه وبتقوله لازم يجي لانه مش في امان وان اورت رجع تاني، وبيوافق اخوها وبيجهز. وفي الوقت ده سينا بتبتدي تفهم ان الدور اللي جاي عليها وانها لازم توقفه مهما كان التمن، وبتحاول تفكر ايه اللي ممكن يوقفه وايه سر قوته واللي بيرجع للحياة تاني. وبتقول جيسيكا لجوزها انه كان عنده حق وكان لازم تفضل في المصحة شوية كمان. وبيروح راي عشان يجيب جوناثان. بيدخل اورت حمام الجامعة وبيكون كل ومية جوه سوا، وبيطلع اورت منشار كهرباء وبيكسر عليهم الحمام وبيدخل عليهم وبيقطع اطراف كول، وبعدين بيقطع جسم مية الاجزاء وبيكمل تقطيع في جسم كول، والحمام بيبقى عبارة عن دم واشلاء. وكده تكون أمنية مية اتحققت. كان نفسي تقول لنا إحساسها بس ما لحقتش. بيوصل روي قدام الجامعة وبيكلم جوناثان وبيقول له إنه مستنيه، بس اللي بيرد عليه ما بيكونش جوناثان، وبتكون سينا خدت مهدئات ونامت وبتحلم بسيف عمله باباها تهزم بيه أي شر، تحلم بكوابيس عن أورت واللي حصل، وبتصحى مخضوضة وبتسمع صوت حد بيتكلم تحت في المطبخ، فبتفتكر أخوها جه وبتنزل بالراحة وبتروح المطبخ وبتتصدم بفيكي في وشها. واورت قاتل عمها وقطع راسه ومعلق جثته على الحيطه. بتجري سينا تدور على جابي لكن بيمسكها اورت وبيضربها وبتقع على الارض وبيخبطها على راسها وبتفقد الوعي. بتفوق بعدها بشويه بتكون مربوطه في الكرسي ومرات عمها مربوطه في الكرسي قصادها، وفي هديه مليانه دم قدامهم، وفيكي عماله تصورهم وتصور اورت وراس عمها متعلقه فوق شجره الكريسماس. وبتقوم فيكي وتشيل اللزق من على بق جيسيكا وبتسالهم فين بنتها. فبيروح اورت عند الهدايا المليانه دم وبيفتحها وبنلاقي راس جابي بنتها وبتكون الفيران بتاكل فيها. فبتصرخ جيسيكا وبتعيط وبتتف على وش فيكي، فبتتعصب وبتقرر تنتقم منها. وبتقول جيسيكا لسينا انها بتحبها وانها تقتلهم وتاخد حقهم كلهم، وبتجيب فيكي انبوبه وبتحطها في بقها، وبيفضل اورت يضرب على الانبوبه لحد ما بيقطع بقها، وبيدخلوا الفيران جوه الانبوبه وبعدين يقطعوا راسها. وبتروح فيكي لسينا وبتفك بقها وبيجيب المهرج جابي وبتطلع لسه عايشه وبتطلع الراس بتاعت اخوها. بتنهار سينا وبتفضل تصرخ وتقول لهم انها هتقتلهم بابشع الطرق. فبتخنقها فيكي وبتحاول تلبس جسمها، لكن سينا بتكون قويه وبيمسك المهرج جابي عشان يقتلها. فبتقول لهم يخلوا سينا تفتح هديتها الاول، وبتجيب فيكي الهديه وبتديها لسينا عشان تفتحها، بس بيكسر اورت ايديها الاول. وبعدين بتحاول تفتحها وبتلاقي جواها السيف، وبتكون جابي عرفت قصه السيف من مذكراتها، فبتضرب بيه اورت وبيقع على الارض. وبعدين بتقتل فيكي وبتقطع راسها وبتجري جابي عليها، لكن فجاه بيطلع اورت لسه عايش. ما هو شكله ب7 ارواح زي القطط ابن الايه ده، وبيحاول يقتلها بمنشار الكهرباء لكن بتصده بالسيف، وبيحصل بينهم قتال رهيب. وبيسيب المهرج سينا وبعدها بيقع منها السيف، فبتضربه وبتوقع منه المنشار، لكن بيمسكها وبيفضل يضرب فيها وبيوقعها. وبتحاول تجيب السيف لكن دايما هو سابقها بخطوه، وبيمسكها وبيخنقها جامد بس بتزقه وبيقع على الارض. وبتمسك السيف وبتطعنه بيه، لكن في نفس اللحظة الأرض بتتشق وبتتفتح بوابة للجحيم، وبتقع جابي فيها بس بتمسك في حاجة وبتسيب سينا أرض وبتجري عشان تنقذها، لكن ما بتقدرش وبتقع جابي في الجحيم وبتتقفل البوابة. وبتلاقي جثة أورت اختفت وكل الجروح اللي في ايديها خفت. وبعدها بنلاقي أورت لسه ما ماتش وقاعد مستني الأتوبيس. بيركب الأتوبيس عشان يبدأ سلسلة جرائم جديدة. وبعد كل اللي حصل بيكون في سؤال مهم، هل الشر ده ممكن ينتهي ولا أورت المهرج ما بينتهيش وكل مرة يرجع بكابوس جديد؟ دي نهاية فيلمنا. ولو حبيت الفيديو قول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد. سلام.